بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في أحداثك الكروية. ريال مدريد يخسر أول نقطتين أمام ريال مايوركا في الدوري الأسباني بنتيجة 1-1 وكان هيخسر الماتش. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. نيجي بقى لأخبار نادي الأهلي. تعديل مهم في مجلس إدارة نادي الأهلي. قرر كابتن محسن صالح الاستقالة من لجنة التخطيط، وكان قرار محمود الخطيب إن جاب كابتن مختار رئيس اللجنة وضم محمد رمضان للجنة. عشان كده اللجنة يكون فيها 4: كابتن مختار رئيس، وكابتن محمد رمضان، وكابتن زكريا ناصف، وكابتن حسام غالي. اما بقى بالنسبه لمنصب مدير الكوره فتولاه كابتن سامي قمصان حاليا بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وفي الاخر اصلا مش هيطلع منصب مؤقت ولا حاجه وهيكمل فيه زي ما حصل بالظبط مع كابتن حسام البدري ومستر مانويل جوزيه، وهم اصلا على وشك انهم يلغوا وظيفه مدير الكوره في الاهلي زي الانديه الكبيره بالظبط زي ريال مدريد وبايرن ميونخ. نيجي بقى لصفقة محمد علي بن رمضان اللي دماغنا حرفيا صدعت من كتر الكلام فيها. الاهلي رفع العرض ل 2 مليون و700 الف دولار، لكن النادي المجري طلب 3 مليون دولار. والد محمد علي بن رمضان طلع في اذاعه اكسبريس اف ام التونسيه وقال ان المفاوضات فشلت مع الاهلي، وده كان على لسان المذيع، لكن في مصادر في النادي الاهلي بتاكد ان الموضوع لسه شغال. وعموما الحقيقه كلها هتبان النهارده اخر اليوم. اما بقى بالنسبه لاشرف داري لاعب نادي بيرست الفرنسي، الاهلي طلب اعاره لمده سنه بنيه الشراء. يا رب بقى يا اهلي نخلص وننجز بسرعه في الصفقه. خش بقى على اخبار نادي الزمالك. كابتن احمد السيد زيزو هو ووالده قعدوا امبارح مع مجلس الاداره وقالوا له ما احنا ما عندناش مانع ان احنا نجدد بس ب3 شروط. الشرط الاول ان يكون التجديد بالدولار، والشرط الثاني هيكون لمده سنتين بس، والشرط الثالث ان لو جه الكابتن احمد السيد زيزو اي عقد اوروبي من نادي مشهور هيوافق على طول. اما بقى بالنسبه لكابتن ممدوح عباس نزل تويته امبارح على منصه اكس وقال فيها انا مش مفوض من مجلس اداره نادي الزمالك لا في التجديد في اللعيبه ولا التفاوض ولا التعاقد. وواضح كده ان الباشمهندس ممدوح عباس في حاجه مزعلاه، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان هو الرئيس الشرفي لنادي الزمالك. عموما برضو الايام هتكشف لنا الحقيقه ايه. اما بقى بالنسبه لكابتن احمد سليمان فقعد مع كابتن محمد عواد وقال له انت عملت ايه في تجديد الزمالك؟ قال له والله اصلا ما حدش كلمني ولا قعد معايا، ان محمد عواد كان موافق على 10 مليون جنيه بس ما حدش رد عليه من الاداره. وانا الصراحه من وجهه نظري ان الزمالك تجدد مع محمد عواد، لان الصراحه ملتزم داخل وخارج الملعب بعكس محمد صبحي اللي عليه دايره كبيره قوي. بالنسبه بقى لصفقه هشام صلاح الباك اليمين لنادي الاتحاد اللي كان نادي الزمالك عايزه، والبنك الاهلي قدر يتعاقد معاه، وبكده طار هشام صلاح زي ما بيقولوا اللي مضى الاهلي طرابلس الليبي. والسبب اصلا اللي بيخلي اللعيبه ما تروحش لنادي الزمالك ان الانديه ما بقاش عندها ثقه في الزمالك انها تسدد الصفقه. وانا بتمنى ان الزمالك يفك القيد ويتعاقد مع صفقات سوبر قبل قفل باب القيد، وبكل التوفيق لنادي الزمالك. اما بقى بالنسبه للاستاذ نصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي قال له هات 50 مليون جنيه وروح اي نادي انت عايزه، المهم تجيب لي 50 مليون جنيه. فهنشوف بقى الايام اللي جايه برضه هترسى على ايه. اما بقى بالنسبه لاخبار محاكمه كابتن احمد ابو الفتوح فكان بيتحاكم النهارده امام الدايره 2 جنايات مرسى مطروح، وكان المفاوض للمرافعه عنه الاستاذ اشرف عبد العزيز والمستشار مرتضى منصور، وكان هو في اخر اليوم، والمحكمه اجلت نظر الدعوه لجلسه 16/9 للاطلاع من جانبها. ربنا يفك كربك يا كابتن احمد. ومن ناحيه تانيه برضه كان اخو المجني عليه كان حاضر الجلسه ورفض الديه والتصالح. يعني اصلا كان كل الكلام اللي اتقال ان اهل المرحوم ان هم خدوا 15 مليون جنيه واتصالحوا مفيش منه. ورثه المرحوم 7، امه وزوجته وبنتين كسر و3 اخوات، فلسه هيعملوا قرار وصايه واعلان وراثه علشان لما يجوا يوقعوا امام المحكمه لما يجوا يتصالحوا اصلا. وعموما ربنا يفك كربك يا كابتن احمد ويرحم المتوفي ويصبر اهله. وبكده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.